السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين امين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص شم النسيم بكرة ان شاء الله، يا رب الحق بس انزلكم الفيديو ده قبل ما يجي بكرة. هنلون بقى البيض ونعمل الكيكة. انا عملت بالفعل الكيكة وهعمل لسه المعمولة وهنلون البيض. وهلون الترمس كمان. اول حاجة معايا هنا جبت مية سخنة. وقبل الاول سلقت البيض، وانا هنا جايبه 4 بيضات بس على قدنا، لان احنا اصلا معزومين بكره يا دوب على قد الفطار، وعيالي اصلا ما بياكلوش البيض المسلوق. فانا هعمل لهم بيض اصلا مقلي، يعني هنا فكره بس للتلوين بس، وكمان على قد حمل البيض اللي عندي. المهم، ومعايا هنا الالوان اللي هي الوان طعام طبيعيه دي. معايا الثلاث درجات اللي انا بجيبهم بلون بيهم احمر واصفر وازرق، وبدرج بيهم اللي انا عايزاه. هنا حطيت ازرق على احمر عشان يدينا بنفسجي، وهنا حطيت الازرق الخالص وهنا الاحمر. هعمل ايه بقى؟ انا حطيت في كوبايات مش في اطباق. ليه؟ عشان البيضه تغطس كلها وتنزل، يعني تتلون كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتها هنا اهي، وحطيت على كل كوبايه معلقه كبيره خل. اهم حاجه خلي بالكوا، حاولوا الالوان ما تلمسش ايديكوا عشان ايديكوا ما تبقاش بالمنظر ده. هي كده راحت شويه اهي، وهي لمستني غصب عني يعني. تقدري بقى تركبي الالوان. يعني انا معايا الالوان الاساسيه اللي هي الاحمر والازرق والاصفر، وبركب بيهم بقى زي ما انا عايزه، اخضر بنفسجي اي حاجه. انا هنا حطيت الالوان، هسيبها بقى ايه، وهخلي بالي كل شويه. يعني بصوا البيضه حتى لو حطيتي في طبق هتفضل عامله كده، انتي بس هتفضلي تقلبيها كل شويه وهتلاقيها. بصوا ما شاء الله، يعني هي لونت على طول اهي، ادت درجه لون على طول. هنخلصها بقى ولما تتلون يعني هقعد ايه كل شويه، يعني هتابعها كده كده واقعد اقلب فيها كده بس. وما تتلون هرجع اوريكم بقى ايه عملت ايه. بصوا علشان دي الوقت انا طلعت الحمرا هي عملت، لان طبعا الاحمر بيعمل بسرعه، ودي الزرقاء اهي. انا خدت بس كنت محتاجه الكوبايات عشان اكمل الالوان. كنت بعمل الحته اللي كانت باقيه فوق فحطيتها في العلبه اللي هي زيها. و عملت لون جديد اللي هو الاخضر، وسبت البنفسجي لان اللون بتاعها طلع خفيف لسه شويه. بس انا هقول لكم بقى الخطوه اللي بعد كده. الميه مش هرميها، هاخدها وهحط فيها ترمس. الميه نظيفه، محدش يقول لي من البيض للميه. انا غاسله البيض قبل ما اسلقه، وغير كده اتعقم في الميه، وبعدين هي بس مجرد هتاخد لون. يعني احنا برضو بنوفر اللي بتاع. عايزه تعملي انت ميه جديده براحتك، انا عامه عشان اوفر الميه واللون ميه عليها خل وكده بقى، وهتثبت معايا بسرعه. فانا رحت جايبه كام يعني اطباق احجام مقاسات كده وايه، وحطيت فيها على قد ما انا محتاجه ترمس. برضو هعمل كده في الالوان التانية، في الاخضر والازرق، بحيث ان انا اوفر في الالوان وفي الوقت وكده. انا هوريكم بقى في الاخر بعد ما البيض يتلون وكده. هنا عملت ايه؟ بصوا المكان حامل البيض ده واسع. انا حطيت هنا ملح، ممكن تحطي رز، ملح ناعم، اي حاجه. حطيت ملح عشان ايه؟ يرفعها كده تبقى باينه يعني كلها، لان انا لو سبتها منها للي بتاعها هتغطس جامد لانها غويطه. هوريكم بقى النتيجه النهائيه في الاخر بعد ما اخلص كله، وانتوا عرفتوا الفكره كده وايه الغرض. اللي بيتهيألي الالوان دي اسهل بكتير من ان انت تقعدي تلوني وكده. يعني دي كلها الوان طعام شارياها جاهزه بس طبيعيه. في ممكن تلوني انت بقى بقشر البيض قصدي قشر البصل والجرجير والشاي وتاني والبنجر والحاجات الطبيعيه اللي بتلون دي. بس انا ما جربتهاش، اروح بعملها معاكم في وقت تاني يكون في وقت ومساحه يعني.
هخلص بوريكم بقى التجهيزات في الاخر خالص. ادي كده انا خلصت الترمس، طلعته من الميه بقى، قلت اخليه لتاني يوم لان الوقت كان اتاخر وانا تعبت. خلصت المعموله والكيكه اهي عملتها، وعملت الترمس الملون، وحطيت هنا ترمس من الاصفر بقى العادي، ما عملتش لون اصفر ولا برتقاني لان كده كده حسيته مش هيفرق يعني. والبيض هنا اهو، بعد ما تلون قلت اما احط عليه شوكولاته كده كعيون، ورسمت برضو بالالوان بفرشه كده. رسمت بق يعني، وجيت اعمل خدود حسيته هيبوظ، قلت لا خليه زي ما هو. مش عارفه حلوه ولا لا. فايه رايكم بقى؟ وعندي شويه عصافير كده حطيتهم، وورد مليت لكم الدنيا ورد بقى عشان من سين بقى وعيد الربيع بقى. كل سنه وانتم طيبين. آه، ربنا يجعل يا رب ايامنا كلها عيد يا رب، وفرحه يا رب. ايه رأيكم بقى في التجهيزات؟ انا قلت اصحى من بدري كده الساعة 6 اصور لكم بسرعة قبل اليوم ما يبدأ. وان شاء الله بقى هنشوف هنروح اي ارض كده نقعد فيها شوية وناكل توت. صراحة ما جبناش فسيخ ولا حاجة، ممكن ناكل رنجة بس، وممكن نروح عند كمان اهلي وكده. فهنشوف لسه هنعمل ايه. وعملت لكم الدنيا، بصوا بقى ورد بقى، فرشت لكم ورد، وحطيت لكم ورد في كل حتة، والوان بقى وحاجات يعني ايه بقى تحسسكم بجو الربيع كده. الواحد يعني فرح بنفسه بأي حاجة بسيطة والله، مش لازم تكاليف وكده. احنا بنشبط في اي فرحة، محدش يقول احنا عيد، احنا مسلمين وعيدنا الفطر والأضحى، احنا بنشبط في اي حاجة يعني. هو بنفرح العيال وخلاص. احنا لا احنا بنعبد حاجة غلط ولا لها طقوس معين. يا اهو شوية فرحة، بنفرح نفسنا والعيال، نفرح العيال بيها وخلاص زي ما كنا بنعمل. وبس حاجات بسيطة كده يعني، شوية ترمس على شوية بيض ملون، اي حاجة. مش حاجات دينية يعني، دي حاجات دنيوية. وانا كنت سمعت الشيخ قبل كده قالها ان العيد طالما دنيوي مش ديني، ملوش علاقة بالدين، فملوش خلاص يعني عادي. احنا بنفرح وبلا مش اسمه عيد يعني، اسمه شم نسيم. بلاش عيد الربيع. احنا بس يعني ايه، الدنيا بقت ربيع والجو مش بديع. الصبح حر وبالليل هوا. الحمد لله يعني، ربنا يفكها يا رب على كل المسلمين يا رب، ويجعل ايامهم كلها عيد يا رب. وعلى رأي امي لسه قافله معايا بتقولي اليوم اللي يعدي علينا بخير هو يوم عيد. الحمد لله. بصوا هنا الترمس، انا الالوان ده احمر، وده الاخضر، وده لا، ده ايه، ده ازرق. ده ازرق، المفروض ان هو ازرق. بصوا انا مش عارفه هو ليه عامل كده، بس هو ازرق. اللي المفتوحه باينه، وده اخضر، وده اللي هو البنفسجي. مش عارفه هو الالوان المتخلطه عملت، مش بس ده اخضر متخلط. مش عارفه ما شربتش قوي يعني، بس هي دي الالوان اهي. ودي هي طلعت معايا كده يعني. ممكن تنقعيها قبلها بليلة لو عايزة. انا سبته بقى منقوع طول الليل عشان خاطر كده. وادي الكيك بتاعي برضو اهو، وال والمعمولة تحفة. عايزة اقولكم نص الصينية خلصت. هي بس ايه، وانا بطلعها كانت بتتهري مني عشان دايبة خالص يعني. لو عايزين الطريقة هبقى انزلها لكم. انا كده اكون خلصت الفيديو بقى. اتمنى يكون عجبكم واستفدتم من اي فكرة فيه. ولو عجبك الفيديو بقى مش تنسي تحطي لي لايك، وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. سلام.